السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الحنفي تي في. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الجديد وآخر تطورات أشغال ملعب الحسن الثاني ببن سليمان. قبل ما نبداو الإخوان في التفاصيل، نتمنى تدعمونا بشي لايك للفيديو واشتراك في القناة، فضل وليس أمر. الملعب اللي بدات الإخوان كتضح المعالم ديالو كيف ما كتشوفوا في الفيديو. أكبر ملعب في العالم، الاستيعاء ديالو إن شاء الله غادي تكون 115 ألف متفرج، اللي كيبقى أكبر ملعب في العالم الإخوان. كيف ما كتشوفوا الإخوان في الفيديو، في المعالم ديال الملعب بدات كتضح ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا الرافعات، شحال من وحدة في الملعب، اللي كتوضح أن الأشغال كتمشي بواحد الوتيرة مرتفعة الإخوان في هذا الملعب. وإن شاء الله غادي نبقاو كل أسبوع أو كل 15 يوم إن شاء الله غادي نحط لكم فيديو وجديد هذا الملعب، حتى إن شاء الله يوصل للنهاية ديالو. كيف ما كتعرفوا الإخوان، الآن جاية مسابقة كأس العرب وكأس إفريقيا، اللي إن شاء الله غادي تكون واحد المواكبة لكأس العرب، وبعدها إن شاء الله غادي تكون مواكبة خاصة لكأس إفريقيا، اللي غادي نبقاو يعني نحط لكم فيديوهات ديال المباريات اللي كيكونوا في اليوم، وكذلك مباريات المنتخب الوطني المغربي بشكل خاص. وإن شاء الله الإخوان، مورا كأس إفريقيا غادي يبدا تجديد ملعب مراكش الكبير، وكذلك ملعب أدرير وملعب فاس. غادي تكون إن شاء الله واحد المواكبة خاصة لهذه الملاعب كذلك. يعني ما تبخلوش علينا الإخوان بواحد اللايك واشتراك في القناة، وإن شاء الله غادي تكون واحد المواكبة قبل كأس إفريقيا، الملاعب اللي غادا تجرى فيها المنافسة إن شاء الله. وغادي نحاول نقربوكم من كل مجموعة إن شاء الله في أي تيران غادا تلعب، وكذلك مباريات الثمن وكذلك الربع، ثم نصف النهائي والنهائي والترتيب إن شاء الله. أيضا الإخوان، كيف ما كتشوفوا ملعب الحسن الثاني ببن سليمان، للمعالم ديالو يعني بدات كتوضح. كيف ما تشوفوا سبق وقلت الرافعات، ما شاء الله شحال كتبان لكم من وحدة في هذا الفيديو، يعني كتوضح لكم بأن الأشغال إن شاء الله غادي تكون بواحد الواترة مرتفعة، كيف ما كانت في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اللي شفناه ما خداش واحد الوقت طويل باش نجز هذاك الملعب. وإن شاء الله هذا الملعب يكون في 2028 جاهز، باش إن شاء الله إلى استضاف المغرب تنظيم كأس العالم للأندية يكون كذلك الملعب حاضر، ويكون الملعب الرئيسي للمسابقة. وما تنسوناش الإخوان من الدعم ديالكم اللي لا مشروط، بشي لايك الفيديو. اللي كان أول مرة غادي يشوف القناة مينساناش باشتراك، فضل وليس أمر. هذا الملعب الإخوان اللي غادي يكون كينافس إن شاء الله في 2030 ملعب سانتياغو بإسبانيا، يعني كينافسوا أي ملعب في هاد الاثنين غتقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم 2030. ونتمنى إن شاء الله يكون الفينال في المغرب، ويكون بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإسباني، علاش لا، ونحقق اللقب. لما لا؟ لأن الحلم حق مشروع، ومن حقنا يعني الإخوان نحلموا. وحتى واحد ما كان كيقول أن المنتخب الوطني الأقل من 20 سنة غادي يتوج بكأس العالم بالشيلي، وحنا توجنا بها الإخوان. وعلاش ما نتوجوش بكأس العالم
2030 اللي غادي تكون إن شاء الله ببلادنا. إن شاء الله يكون الفينال في هذا الملعب اللي غادي يكون أكبر ملعب في العالم، الإخوان. إن شاء الله يكون واحد تنظيم في المستوى، وتكون واحد المشاركة ديال المنتخب الوطني المغربي مشرفة في هذه المسابقة، اللي كيبقى المنتخب الوطني المغربي الإفريقي الوحيد والعربي اللي وصل لنصف نهائي كأس العالم بقطر. نتمناو 2026 تكون واحد المشاركة مشرفة ونمشيو لأبعد نقطة الإخوان. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو الإخوان. إلا عجبكم الفيديو متنساوناش بالدعم ديالكم، لايك الفيديو واشتراك في القناة، فضل وليس أمر. وشكرا للناس اللي كيتفاعلوا معنا.